كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 3 دقائق. تكبيرة الإحرام قد يباح للمرأة ألا ترفع يديها إلى أذنيها. الإبهامين دول عند بعض العلماء أن إحنا نلمس بهم شحمتي الأذنين. الله أكبر. في ناس يقول الله أكبر، ماشي يا عم، بس إيه الملل اللي عنده ده؟ شوف، ألاحظها في الدعاء، ألمس بعينك كده، شوف مين اللي يأمن واضح. حتى مش يا أخي يا مؤمن، أنت لما تاخد من أبوك أو من زوجتك أو من حد أمر ما، يا أخي ارفع. لا، هو سبحان الله واخد بحديث أن لا ترفع، يا أخي ارفع يديك، لا إله إلا الله. ففيه يعني كأن في زهد في التأمين، زهد في الدعاء، سبحان الله. فالمهم، فأنت يجوز لك أن تكبر فتضع يعني إبهاميك تلمس بها، أو إلى حذو المنكبين، وهكذا تصنع المرأة. الله أكبر، الله أكبر. خلاص، أنت ما بين مسبل وبين واضع يديه هكذا، والأولى وضع اليدين هكذا، الأولى. خلاص. وإن كان الإمام مالك عذب حتى شدوا ذراعه فخلع، فالأطباء والمجبرين ما عرفوش يرجعوا ذراع الإمام مرة أخرى، فكان لا يستطيع أن يرفع ذراعه الأيمن ليضعه على الأيسر، فظن بعض من أتباعه أن هذه السنة. على كل، كيف تضع يديك؟ بعض من شبابنا تدخل المسجد عامل أنه يعني ملتزم التزام غير طبيعي، حاطط يديه كده. يا عم ده اسمهم المقمحون. مقمحون يعني مغلولة يديه الى عنقه، ما ينفعش. احنا كده مش الميكادو، وانت مش بتصلي تعمل حركات لا، اليدين اما ناحية الصدر هكذا او على السرة هكذا، يعني البعض يقول على الشمال ماشي، ويجوز ان تمسك بسبابتك هكذا على ساعدك، والثلاثة اصابع بهذا الشكل، والابهام من الناحية الاخرى، او الكف هذا فوق الساعد هذا عند وضع الساعة مثلا تقريبا هكذا. هذا صحيح وهذا صحيح، يسموها هذه هيئة صلاة. هيئة صلاة يعني ليست ركنا، يعني لو صلى هكذا ما فيش مشكلة، وضع ايديه في اي طريقة، لكن هذه ادعى للخشوع. انا واقف اصلي اجعل قياما عيني مكان السجود، ولو ركعت انظر بعيني عند اطراف اصابع اقدامي، فاذا سجدت نظرت الى ارنبة انفي. بعض من الاخوة والاخوات يقول لك يا شيخ انا لو فتحت عيني اسرح، هل يكره ان اغمض عيني في الصلاة؟ يا سيدي ابحث عن الطريقة والوسيلة التي ترى فيها خشوعا، اعملها. يعني الاولى فتح العينين، ولكن النظر الى اسفل تواضعا وخشية وخوفا من الله. اما اذا رأيت انك لما تغمض، في ناس ايه رأيك لو غمضت عينيها تسرح، يكون رومانسي ولا حاجة، يعني يروح في حتة تانية خالص، ويستحضر في الصلاة ما لا يجب خارج الصلاة، واخد بالك انت. فاذا وقفت هكذا ابدأ بدعاء الاستفتاح وبعدين الاستعاذة. سبحان الله العظيم، عشان نخرج من خلاف الفقهاء، البسملة البعض بيعتبرها آية من الفاتحة والبعض لا يعتبرها. انا موقن بقول الشافعي انها آية من هذه السورة، لان 7 آيات من ضمنها البسملة، فيجهر الانسان بها. ان صليت ورا حد لا يجهر بها، او كان هناك من لا يجهر بها، هذا صواب وهذا صواب، لكن انا اجهر بها، مقتنع برأي الامام الشافعي في هذه القضية. بس كل حرف من الفاتحة يجب ان يظهر، الله يرضى عليكم، كل حرف، يعني تمهل فيها، لان هي اساس الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لا تجعل الشيطان العدو الغائب يدخل عليك ويخليك تسرع ظنا منك انك تتأخر عن كذا او عن كذا او عن كذا، ولكن عليك ان تظهر. الاسف الشديد لو ركبنا مكبر صوت على صدر ابنائنا وبناتنا لسمعنا فاتحة عجيبة لا نعرفها في الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، ده اول ما يبدأ ما شاء الله،
الرحمن الرحيم. يتذكر ان الفصلين الاخيرين من المنهج اللي امتحن فيهم بكرة لم يراجعهما، فالشيطان يا ابني خلص سبحان الله الرحمن الرحيم ولا الضالين. انت رحت فين يا ابني؟ رحت فين مننا؟ فين الحروف؟ فين الايات؟ فين الفاتحة؟ اين الفاتحة؟ يجب ان يظهر كل حرف منها واضحا جليا، بحيث انا لو جلست جنبك وانت رفعت صوتك لا يغيب مني حرف. زي الامام الشافعي لما قال في الوضوء لو ان مغرز ابرة، مغرز ابرة يعني ايه؟ يعني مكان سن الابرة لم يأتي عليه ماء فقد بطل الوضوء عند الشافعي. سبحان الله، مغرز ابرة. فالمهم يعني خلينا احنا في الايه، في الصلاة احسن. احنا الان قرأنا الفاتحة وكل حرف منها وجئنا بها قياما وقوفا، يعني من بداية البسملة لغاية ولا الضالين امين، هكذا السورة اقرأوا ما تيسر، ثم اركع. الركوع المثالي ارجع اعمل لنفسك اختبار. اذا ركعت اعمل الحركة دي في البيت، ووضعت عملت حركة ركوع ووضعت كف يديك امام قدميك، حركة رياضية امام قدميك بدون ان يؤلمك ظهرك، فاعلم ان ركوعك طوال السنوات الماضية صحيح. تاني يقول الشيخ غلبها فتنس، مش بيقولوا عليها فتنس ولا ايه؟ الله يربك ولا مش عارف، المهم رياضة. شوف الركوع المثالي كيف كان يركع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصل انت لما تدخل المسجد وتشوف الراكعين تتعجب، مفيش مستوى واحد اللي عامل كده واللي عامل كده. يا ابن الحلال شد رجليك، الا اذا كنت مريض ربنا يشفي كل مريض. ده في شباب في العشرينات يعني مسكين بيصلي على كرسي، الله يشفي يا رب، ما هذه حالة خاصة. لكن انت شد ساقيك خلاص، وشد ذراعيك، خلي السبابة لأسفل، والثلاث اصابع اللي هي الوسطى والخنصر والبنصر على ايه؟ على جنب الركبة، والابهامين على الجانب الاخر. خلاص يبقى انت قبضت على الايه؟ على الركبتين هكذا خلاص. وشد ذراعيك وخلي ظهرك 90 درجة، يعني زاوية ايه؟ قائمة. لان الرياضة القديمة اللي اخذتها، الرياضة الحديثة بيسموها ايه؟ انا ماليش دعوة، المهم الزاوية قائمة يعني ايه؟ يعني 90 درجة خلاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع لو وضع اناء ماء على ظهره الشريف لاستقر. يعني الظهر ايه؟ 90 درجة مستوي. اهو الله اهو هكذا سبحان الله. ما زلت اذكر شيخي رحمة الله عليه من اكثر من نصف قرن وهو يصلي امامنا وكان عنده 90 سنة. الله اكبر، ورأسي ليست لاعلى ولا لاسفل، ولكن مع استقامة الظهر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وبين كل تسبيحتين سكوت بمقدار تسبيحة عشان تعطي الركوع شيئا من الخشوع. وبعدين سمع الله لمن حمده على مهلك فوق، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اذا حبيت تزيد كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. كان الرسول يكررها 21 مرة عشان تطمئن، لازم الاطمئنان. ثم اذا سجدت تنزل بركبتيك، وفي ناس تحب تنزل بيديها، ماشي، هذا صواب وهذا صواب. في ناس تسبح بالركبتين وفي ناس تسبح باليدين، يستوي مفيش مشكلة. وبعدين اسجد على اعظم 7، الوجه والكفين والركبتين وظاهر القدمين. وظاهر القدمين اصابعها تجاه القبلة، وهكذا تنصب قدميك، ولا تقع اقعاء الكلب او اقعاء السبع او تبسط كما كان كلب اهل الكهف وكلبهم باسط ذراع. الباسط ده يجوز للمرأة
ان تبسط كل ذراعها لكي تضم صدرها. اما انت تجافي اذا كنت بتصلي منفردا، او تجافي شيء بسيط لكي لا تؤذي جارك. يعني تجافي يعني ايه؟ يعني لا تلصق ابطك الا اذا كان في ازدحام زي ظهر الجمعة صلاة جماعة معينة، لكن اذا كان في مسافة يبقى تجافي. سبحان الله. وبعدين ان تسجد على هذه الاعظم السبعة وتستقر ساجدا، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، ثم تجلس. الجلوس هيئته وما يريحك. في ناس تجلس بالمقعدة وتنحي رجليها بعيدا عنها، هو حر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفترش يسراه ويجلس عليها وينصب يمناه صلى الله عليه وسلم. والله لو كان في فيديو ولا منصة عالية كنا نشرح، لكن هكذا هي. وانتم ما شاء الله عليكم يا اخوات الله، هذا جلوس الايه؟ جلوس الاستراحة، جلسة الاستراحة. ثم اسجد مرة ثانية، ثم اقوم فاصنع ذلك في صلاتي كلها. الى انك حميد مجيد استعيذ بالله من امور 4: فتنة المحيا، فتنة الممات، فتنة القبر، فتنة المسيح الدجال. يجوز ان ادعو لابي وامي في هذا الوقت: رب اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم اسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى يعني الى اقصى اليمين ثم الى اقصى اليسار، سواء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته او السلام عليكم ورحمة الله في الاثنين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. العجيب ان بعد الصلاة فورا وهي طاعة اقوم بالاستغفار عن ايه؟ رب نقص او خلل حدث في الصلاة. دايما العبادات الكبرى بعدها استغفار. ثم افيضوا من حيث افاض الناس، اللي هو يوم ايه؟ يوم عرفة، مغفور له. ثم ايه؟ ثم استغفر الله. ثم الاستغفار بعدها، بعد الحج الاكبر وبعد المغفرة. ليه؟ هناك نقص، هناك خلل، لان احنا بشر.